ارميها في الحليب المغلي وعينك ما تشوف الا النور. انا عمري ما كنت اتخيل ابدا ان انا ممكن يجي عليا اليوم والاقي وصفه اسرع من العلاج بالشكل ده. ايوه والله اسرع من العلاج. ما هو العلاج بيجيب نتيجه بعد يوم واتنين، انما الوصفه بتاعتي دي لو قلت لك بقى ان هي هتجيب نتيجه بعد ربع ساعه يبقى انا بكذب عليكي، لان هتجيب نتيجه في الحال في خلال 10 ثواني بالظبط. يلا بينا بقى نشوف وصفتنا. بس اتمنى ان هي لو عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوه الجميله، وكمان بقى يشرفني ويسعدني انكم تشتركوا معايا في قناتي وصفه وطبخه مع لولا. الوصفه بتاعت النهارده مفيش بيت في الدنيا مش موجود فيه الوصفه دي. ده مش بس كده، ده اي حد بيتابعني على مستوى العالم الوصفه دي موجوده عنده. يعني مش هقول لكم تشتروا اي حاجه تماما. في الاول كده انا بحتاج لطاسه. الطاسه دي ببدا ان انا ارفعها على النار لغايه ما تسخن معايا كويس جدا. وبعد كده هبدا ان انا احتاج لنص كوبايه من الحليب. اي نوع حليب انتوا بتستخدموه. بصوا بقى الحليب اللي انا مستخدماه ده هو الحليب العادي. انت استخدمتي حليب مبستر او الحليب اللي هو الفلاحي العادي، اهم حاجه ان احنا لازم نستخدم لبن جاموسي، ما ينفعش لبن بقري خالص، وهقول لكم ليه دلوقتي. يبقى سواء كان لبن اللي هو الطبيعي العادي او لبن مبستر او اي نوع لبن انتوا بتستخدموه، اهم حاجه ان هو يكون لبن جاموسي. وبعد كده بقى هبدا ان انا هحتاج لحفنه من الحلبة. الحلبة يا جماعة ده يعني بصوا هو نبات مش عشبة، ولكن مفعولها مفعول قوي جدا وسريع. وفي ناس كتير قوي واخدة عن الحلبة فكرة سيئة، وان هي بتضر وان هي كمان بتزود الوزن. مفيش الكلام ده. الحلبة دي كنز كده موجود في بيوتنا. طيب ده بيكون لونها، خدوا بالكم على حاجة مهمة قوي، ان في ناس بتخزن او بتخزن الحلبة ده عند العطارين وبيكون لونها يتحول للون البني او اللون الاسود، ودي طبعا بتكون فاسدة، او بمعنى اصح هي فقدت كل الزيوت العطرية اللي موجودة فيها. هبدأ بقى ان انا اقلب الحلبة زي ما انتم شايفين كده مع الحليب على نار تكون اقل من الهادية كمان، حاجة كده يعني زي الشمعة بالظبط، عشان انا مش عاوزة الحليب بتاعي ده يتبخر، وفي نفس الوقت انا عاوزة انزل كل الفوائد وكل الخلاصة اللي موجودة في الحلبة بالطريقة دي. بقلب ممكن نفضل ان احنا نقلب فيها كده على نار هادية قوي قوي لمدة ما تقلش عن 7 دقايق بالظبط. بعد ال7 دقايق وكل ما بيفوت بينا الوقت بنلاقي ان الحلبة نزلت اللون اللي فيها ونزلت كل الفوائد الموجودة فيها. مش بس كده، احنا محتاجين الحلبة شاملة كاملة، محتاجين كل حاجة موجودة فيها. تمام قوي كده. شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا انا عشان مهديه قوي طبعا الحليب ما فافش معايا وما حصلش فيه اي حاجه، وباستمرار التقليب لمده 7 دقايق هيبدا ان هو لونه يبدا يتلون معايا. كمان حبه الحلبه نفسها بتبدا ان هي يعني ايه حجمها يزيد معانا الازيد من الضعفين كمان. وانا بوريكم النار تحتها عامله ازاي، حاجه كده اقل من الشمعة بالظبط. بعد ما بيفوت بقى 7 دقايق وبتبدأ تغلي معايا مرة واتنين بتكون كده بقت جاهزة معايا زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. ما طفيتش النار لسه. ليه بقى؟ عشان حبة الحلبة نفسها ما بقتش ان هي متضاعفة معايا او حجمها زاد للضعفين. فبطفي النار تماما وبعدين بجيب غطا واغطي بيه واسيبها بقى لمدة ربع ساعة. تمام. بعد ربع ساعة طبعا شايفين الزيوت المتطايرة يا جماعة عشان كمية الحلبة اللي احنا مستخدمينها كبيرة، فما شاء الله خرجت زيوت متطايره كتير. فببدا ان انا اكشفها كده، وده كان شكلها. حبات الحلبة نفسها زادت لأزيد من ال3 أضعاف. كمان لون الحليب اتغير لونه تماما وكان بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده. دلوقتي بقى جاهزين ان احنا نكمل الوصفة بتاعتنا. ولما بنضغط كمان على حبة الحلبة بنلاقيها ان هي بقى يعني ان هي زي اللي استوت بالظبط، لان كمان حبات الحلبة دي احنا مش هنرميها، يعني مش هناخد الخلاصة ونرمي الحلبة، لا احنا محتاجينها كلها. بعد كده بقى خلاص نكمل بقية وصفتنا ونضيف باقي المكونات بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا ده. بس ركزوا معايا كويس قوي. ده كمية الحلبة اهوت اللي هي عبارة عن حفنة من الحلبة على نص كوباية من الحليب. اهم حاجة ان الحليب ده يكون حليب مبستر. حليب قصدي حليب جاموسي، مش لازم يكون مبستر او بلدي اللي بتستخدموه. اهم حاجه يكون حليب جاموسي، لان الحليب البقري بيكسر الفوائد الموجوده في الحلبه. تمام او كده. اول حاجه ضفت معلقه صغيره من الجنزبيل، وهبدا بقى ان انا ادوبها كويس قوي مع الحلبه والحليب بالشكل ده.
بعد ما هدوبها واتاكد ان معلقه الجنزبيل دابت تماما، هنبدا بقى ان احنا نضيف المكون اللي بعده. وكل مكون ببدا ان انا اضيفه لازم نمزجه الاول قبل اي اضافه مكونات تانية. يبقى احنا لغايه دلوقتي الوصفه بتاعتنا عباره عن حفنه من الحلبة على نص كوبايه من الحليب، عليها معلقه صغيره من الجنزبيل او الزنجبيل زي ما انتوا بتقولوا عليه. بعد كده بقى هحتاج لزيت زيتون. اهم حاجه ان هو يكون زيت زيتون بكري. يعني ايه؟ يعني معصور عصرة على البارد. وهحتاج منه كده زي ما انتوا شايفين بالمعلقه. بضيف كده معلقتين 2 من معالق الاكل العاديه بالشكل ده كده، من معلقتين ل3 معالق على حسب بقى كميه الزيت اللي انتوا هتستخدموها، بس ما نزودش عن 3 معالق. وهبدأ بقى ان انا ادمج بقى كويس قوي واخلط زيت الزيتون مع الحليب والحلبة كويس، ومش بيتخلط بسهولة. لازم نقلب فيه شوية حلوين كده، ما يقلوش ابدا عن 4 دقايق تقليب مستمر بالشكل ده، لغاية ما الاقي ان ما عادش فيه اي اثر تماما لزيت الزيتون على الوش كده، وان هو امتزج معانا مع باقي المكونات كويس قوي. تمام اوي كده، كمان زيت الزيتون امتزج معايا. دلوقتي بقى جاهزين ان احنا نحفظ الوصفة بتاعتنا دي. الوصفة ما شاء الله حلوة جدا وممتازة، ونتيجتها ومفعولها حلوين. ببدأ بقى ان انا اجيب اي برطمان او علبة تكون موجودة عندنا. اهم حاجة ان العلبة دي تكون محكمة الغلق. يعني ايه؟ يعني الغطا بتاعها بيقفل كويس اوي. ليه؟ لان الوصفة بتاعتنا دي كل ما اتعتقت، يعني ايه اتعتقت؟ يعني استنت عندنا يوم و2 و3 واسبوع، كل ما كانت نتيجتها كويسة. كل ما فات عليها وقت، يعني احنا ممكن نعمل الوصفة دي ونبدأ ان احنا نستخدمها بعد 5 ايام وتعيش معانا كمان في التلاجة، نسحب منها لمدة 10 ايام كمان. ما شاء الله. عاوزة اقول لكم دي كنز يا جماعة. دي بقى اللي بتعلي الحرق وتمنع امتصاص الدهون. محدش ابدا، نسمعوش كلام اي حد ابدا يقول ان الحلبة دي بتزود الوزن ابدا. لا، ده لها فوائد عظيمة عظيمة فوق مما كنا نتخيل ابدا. انا عمري ما كنت اتخيل ان مفعول الحلبة يكون سريع بالشكل ده. اي حد بيلتزم بالطريقة دي وكمان يلتزم بطريقة الحلبة دي، ما شاء الله ما شاء الله، هينزل من غير ما يخس، من غير ما يحس. حتى لو هو مش عامل اي انظمة تماما واستمر على الوصفة دي، لان هي اولا بتسد الشهية، بتمنع امتصاص الدهون، وكمان بتعلي الحرق جدا في الجسم. كل اللي علينا ان احنا بنعمل ايه؟ ان احنا بناخد معلقة كده، معلقة من الحلبة عليها معلقة كمان من المحلول. المحلول اللي هو كان عبارة عن الحليب وكمان زيت الزيتون والجنزبيل. وعاوزة اقولك بقى المعلقة دي لا تقولي بقى انا هاخد ادوية ولا تقولي عملية تكميم، لان المعلقة دي حرفيا كده رخيصة ومتوفرة، وكمان مش هتاخد منك في تحضيرها اي وقت تماما. وكل ما عتقنا الوصفة دي كل ما كانت النتيجة افضل وافضل وافضل على الاطلاق حرفيا كده. الوصفة دي بقى اتمنى ان هي تعجبكم، وكمان تشيروها وتعرفوها لكل حبايبكم. اتمنى كمان ان انتم ما تنسوش تعملوا لي، تسيبوا لي تعليق حلو على تجاربكم مع الوصفة، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان اشتراك في القناة، وتعتقوا الوصفة على قد ما تقدروا لغاية 10 ايام.